صباح الخير، صباح السعادة، صباح النشاط كله، صباحكم كله طاقة إيجابية، صباح يوم جديد، صباح كله حب، صباح كل أمل، صباحكم كده منور ومشرق بنور الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم أكيد شرف كبير ليا جدا جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، روتين كله طاقة وكله حيوية، عجنت وخبزت. بصوا ما شاء الله، فيديو حلو فيديو لذيذ، عايزاكم تتفرجوا كده وتستمتعوا. وكمان تحطوا حتة اللايك الصغنطوط علشان خاطري، وحتة الاشتراك الجميل بعد اذنكم. وتعالوا نصلي على النبي ونشوف عملنا ايه. خير، ازيكم عاملين ايه؟ صباح يوم جديد، صباح كله نشاط، صباح كله حيوية، صباح الامل، صباح الطاقة الايجابية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. متشكرة جدا لكل الناس الأمارات اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم شرف كبير ليا قسما بالله العلي العظيم. عايزة أقول لكم إن كمان ساعتين إن شاء الله المفروض أنا خبزت وعجنت وعملت كيكة، مش عايزة أقطع، وهنعمل حاجات كتير في المطبخ. فأنا قدامي ساعتين اتنين أتحدى نفسي وأخلصهم ولا أعمل إيه؟ طبعا أول حاجة عملت إيه؟ دخلت اتوضيت وصليت الظهر. طبعا قاعدة أساسية لازم نبقى قريبين من ربنا عشان خاطر ربنا يسهل لك كل حاجة، وهنشوف ربنا يقف جنبنا وهنخلص يومنا ولا لا. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا بقى كده نصلي بينا على النبي، وننزل تحت في الكومنتات كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونحط حته اللايك الصغنطوط وحته الاشتراك الجميل بعد اذنكم عشان خاطري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى ايه؟ هنعجن، هنبتدي بالعجين، وكمان بليت الفاصوليا، وكمان عملنا حاجات كتير جدا جدا. وغسلت الخس بتاعي ونقعته في ميه بشويه خل، وهنا بغلي الميه للفاصوليا. على ما الميه بتاعت الفاصوليا تغلي هكون عملت ايه؟ هكون جهزت شوية الرقاق الطراي بتوعي اللي زي القمر. تمام تمام. معايا كيلو من الدقيق، وعليهم ما شاء الله كده حوالي هنقول 3 كوبايات إلا ربع حليب. كان عندي لبن رايب، وقلت بقى أما أعجن بيه شوية الرقاق الطراي دول. بصوا كانوا كده شوية اللبن مودينهم في حتة تانية خالص. المهم إن الكيلو دي أخد معايا 3 كوبايات إلا ربع، أو كوبايتين ونص من الحليب، أو كوبايتين ونص من المية. تمام. وعليهم نص كوباية سمنة على زيت. تمام تمام. وكمان طبعا باكت خميرة دوبته كده في نص كوباية مية، عليهم معلقتين سكر كبار، عليهم نص معلقة ملح صغنطوطة. حطيت ده كله على بعضه وفضلت اعجن زي ما انتوا شايفين كده لحد ما العجينه بتاعتي اتلمت معايا، ورحت دهنها دهنه زيت، وغطيتها بالكيس وغطيتها بالفوطه وركنتها على جنب. على ما عجنا القمر اللي زي الفل، كانت الميه بتاعت الفاصوليا غليت. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا. نزلت بالفاصوليا بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. وهنا معانا بقى ايه؟ حتتين لحمه كده زي القمر وزي الفل كده. رحت جايبه بقى شويه فلفل، شويه طماطم، شويه بصل، وهي نص كوبايه ميه. تمام تمام. ورحت نازله باللحمه بتاعتي، ورحت جايبه بقى إيه؟ مكعب مرقه، وعليهم شويه فلفل اسود، وشويه البهارات السبعه، وشويه ملح صغنطتين، وشويه ورق لورا كده. ورحت نازله بقى اشوح اللحمه كده حوالي نص ساعه من غير ولا نقطه ميه، الا نص كوبايه الميه اللي انا حطيتها. تمام تمام. هنا بقى بضرب الطماطم للفاصوليا. تمام تمام. طبعا ده كله وانا شغاله، والفاصوليا بتاعتي شغاله عليها النار، واللحمه بتاعتي بتتشوح. رحت ضربه كده الطماطم بتاعتي في الخلاط، ونزلت عليهم ب هنقول مثلا ايه، قرنين فلفل كده. ضربت قرنين فلفل على الطماطم، وضربتهم ضربتين حلوين مبرحين كده. ورحت جايه بقى ايه في الطاسه القمر بتاعتي دي يا جدعان، صلوا على النبي. ورحت جايبه بقى ايه كده حوالي بصلتين حلوين، وعليهم حته دهنه، وعليهم حته زبده، وعليهم شويه زيت. وهنحمرهم، او بصوا هنخليهم بس يتبلوا كده. طبعا الفاصوليا بتاعتي كانت استوت الحمد لله، يعني بصوا، يعني هي كانت استوت نص سوا. طب انا عملت ليه كده؟ لان الانبوبه خلصت بقى، واليوم بتاعي مش عارفه ماشي ازاي. فالمهم بقيت عماله استخدم العين اللي تعمل، يعني بقيت عايزه استخدم عين واحده بس. تمام تمام. فالمهم انا سلقت الفاصوليا نص سلقه كده، ورحت جايه مصفياها من الميه زي ما انتم شايفين، ونزلت بالميه بتاعتي على البصل اللي انا يا دوب البصل دبل معايا. رحت نازله عليه بالطماطم بتاعته، او هنسوي بقى الطماطم والفاصوليا زي ما قلت لكم ان انا سويتها حوالي نص سلقه. تمام. ما سويتهاش سوا كامل، وهسيبها بقى تستوي بقيه الوقت في الطماطم. على ما الطماطم تستبك تكون الفاصوليا بتاعتي استوت. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا، ومكملين مع بعض ان شاء الله. رحت ضايفه بقى ايه شويه بهارات سبعه كده، ورحت ضايفه شويه فلفل اسود ومكعب مرقه حلو وجميل وزي القمر كده.
وكمان شوية سكر صغننين علشان الحموضة اللي في الطماطم، وعليهم نص معلقة ملح، ده كله واللحمة بتاعتنا بتتشوح. اللحمة اتشوحت تمام وبقت زي الفل زي ما انتوا شفتوا كده. رحت نازلة بقول لكم ان ده كده كان فاضل، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة من الجهاز بتاعي في فرحي. المهم المهم كده إن أنا ما أعرفش إيه اللي حصل في التليفون، المهم حصل خير الحمد لله. زوّدت اللحمة بتاعة المَيّة وسايبة الفاصوليا بتكمّل سواها في الصلصة بتاعة الفاصوليا، تمام، تمام. هنا بقى باقول لكم إن أنا ده عاملة شوية زبيب قمر وزي الفل. زبيب والله العظيم 3 لا سلقته ولا عملت فيه أي حاجة، المهم إن أنا غسلت القطفين العنب اللي هُم كانوا دايبين كده، يعني تحسّي إن هُم كانوا ناشفين، رُحت غاسلاهم وحاطاهم على مناديل مطبخ وسِبتهم على الرف كده على المطبخ من فوق، سِبتهم بقى يعني هاقول استووا فترة حوالي هنقول مثلًا إيه، 7 أيام، كل يوم باقلّبها من الجنب ده، أقلّب العنباية كده القطف بتاع العنب من الجنب ده للجنب ده. الفاصوليا بتاعتي لسه بتستوي ولسه بتتسبّك مع الطماطم، تمام، تمام. أنا مسرّعة لكم الفيديو علشان خاطر الوقت ما يبقاش طويل عليكم بس، ويعني نِفْسي كده أبقى ضيفة سعيدة وخفيفة عليكم. المهم إن أنا هنا ما شاء الله كده ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللحمة بتاعتي زوّدتها المَيّة والفاصوليا بتاعتي بتستوي، بابُص لقيت العجينة بتاعتي اختمرت. طَب اختمرت بقى إزاي؟ طبعًا اختمرت ما شاء الله كده يعني الوقت ما كفّاش نُص ساعة أو ما عدّاش نُص ساعة، بابُص لقيتها اختمرت معايا وبقت زي الفل. رُحت مكوّراها كده زي ما أنتم شايفين بالضبط أهو على الصينية وغطّيتها علشان طبعًا ما تعملش طبقة على العجينة. هنا بقى الفاصوليا بتاعتي خلاص اللي اتسبّكت في الطماطم بتاعتها كويس جدًا، جدًا وخلاص الطماطم بتاعتي اتسبّكت خالص. رُحت نازلة بقى بشوية شوربة في الحلة بتاعتي ورُحت نازلة إيه، بكمية الفاصوليا عليها. طبعًا عايزين تزوّدوا مَيّة بقى هتزوّدوا، عايزة تكتفي بتحبّيها كده مصلّصة كده في بعضيها خلاص، بس أنا باحبّها إيه، بتبقى المَيّة يعني إيه، مغطّياها شوية، يعني بتبقى يعني زي ما هتشوفوها دلوقتي. ورُحت ناقلة كانت اللحمة لسه عايزة كمان كانت اللحمة لسه عايزة كمان إيه، شوية سِوَى. رُحت نازلة باللحمة بتاعتي زي ما أنتم شايفين على الفاصوليا وزوّدتهم شوية مَيّة وحطّيت عليهم كمان إيه، كمان شوية فلفل أسود كده وكمان شوية ملح صغنطاطين كده وضبّطت الملح و خلّصت يومي، ويومي كده خلص، وما شاء الله كده تبارك الرحمن، كان يوم حلو، كان يوم لذيذ. خرجت بقى إيه، هدّيت على الفاصوليا وطبخت شوية الرز وخلّصت والحمد لله، ورُحت طالعة كده على الفرن فوق عندي، وقُلت بقى إيه، أمّا أعجن شوية العيش أعجن إيه، أنا مش عارفة أنا عمّالة ألخبط في الفيديو ليه. ربنا يسترها، قُلت بقى أطلع أخبز زي ما أنتم شايفين، طلعت خبزت ما شاء الله وخلّصت، باحب أخبز لوحدي وما باحبش حد يعمل معايا حاجة، ربنا يدّي لنا الصحة أحسن من أي حاجة في الدنيا كده، ويا رب ما تحوجنا لحد غيرك أبدًا يا رب. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى إني أكون ضيفة خفيفة عليكم. في أول الفيديو إن أنا قُلت لكم إن أنا هاعمل كيكة بس للأسف الأنبوبة خلصت عندي وبقيت بُصّوا مش عارفة أنا ما كنتش لسه طبخت الرز أصلًا، أنا خلّصت الأنبوبة خلّصت الخبيز وسام بنتي كانت هناك بتفِك الأنبوبة أهي، علشان خاطر هننزّلها ولسه هنحطها مكان الأنبوبة دي اللي تحت وهنطبخ شوية الرز. وأدي اليوم كان خلص معاكم وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، والعيش كان فظيع جدًا وشكلي مش عارفة يعني كان عامل إزاي، هبطت بصراحة في اليوم ده، علشان خاطري ما تنسونيش كده بدعوة حلوة منكم. وكمان حتّة كومنت لذيذ، وكمان لو أول مرّة تشوفوا القناة عشان خاطري، أتمنى إنكم تنوّروني، ربنا يديمكم نعمة في حياتي أجمل عيلة في الدنيا. متشكرة جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. متشكرة جدًا ليكم واستنوني في فيديو جديد والسلام عليكم.